السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم الشباب الأصدقاء المشاهدين ديال صعد لايف فين ما كنتو مع هذا الفيديو الجديد. الفيديو ديال هذا اليوم غنحاول اني نتكلم معكم على الواجهه ديال اندرويد تي في. الاندرويد تي في الواجهه ديالو بطبيعه الحال فهي كتكون منظمه على حسب الشكل ديال التلفزيون، بحيث انه ملي كنهضروا على التطبيقات فالتطبيقات كتاخذ هذيك الفورمه ديال التلفازه. هذه الواجهه ديال الاندرويد تي في الاخوان فهي عندها واحد التحديث، بعض الاجهزه ديال لي تي في بوكس والاجهزه اللي بدات كتصدر بشكل حديث فهي بدات كتجيها واحد الواجهه اللي شبيهه لجوجل تي في، ولكن راه السونسيال عندنا هو ان الواجهه ديال الاندرويد تي في راه بقات كيف ما هي، فقط مع مجموعه من التعديلات البسيطه اللي تقدر انك توصل بها في الجهاز ديالك. بالنسبه للاخوان لهذا الاندرويد تي في راه كاينه في التلفزيونات اللي معروفه بحال سوني والتلفزيونات الاقتصاديه اللي معروفه بحال تي سي ال، وكذلك في الاجهزه ديال لي تي في بوكس بحال يوين وبحال ميكون. وكذلك ملي كنتكلموا ايضا على الاجهزه الاخرى اللي من الصنف التالي وهي الاجهزه ديال الاوبن سورس او الاندرويد مفتوح المصدر، فكنعرفوا انه الفرق اللي بينها وبين الاندرويد تي في هوم اللي كتكون عندها واحد لو سيرتيفي اوفيسيال ان ديك اللي كتكون عندها السيرتيفي كتدعم لنا التطبيقات ديال جوجل، كتدعم لنا جوجل بلاي، وكتدعم لنا حتى دوك لي بلاتفورم اللي كيجيو على اساس انهم في نظام اندرويد ديال التلفزيون، اي انه في هذه الحاله هذه فما غاديش تلقى مشكل لا مع الاب بي كا ولا قلب عليها في جوجل كروم ولا قلب على شي ستور ولا حتى شي حاجه. السورس ديال هذوك لي زابليكاسيون كتلقاهم انتيغري مع ديك البوكس اندرويد ديالك، وكتلقى عندهم تحديث بلا حتى شي مشكل. بالنسبه ليا الاخوان الواجهه اللي غنتحدث معكم عليها اليوم فهي الواجهه ديال هذا الاندرويد تي في بوكس اللي هو اندرويد اوريجينال، ولكن بالنسبه للليسنس راه ماشي اوفيسيال، الدعم ديال الليسنس او هذا فهو راه تابع الفريق ديال اكس 96 او الديفلوبر اللي هو محسوب على الاكس 96. والحاجه الثانيه هو انه التحديث اللي كاين في هذا البوكس هذه هو تحديث حصري ديال اندرويد 10 بالسورس ديال اندرويد 13، اي انه جميع المميزات اللي كيعتمدها نظام اندرويد 13 في تشغيل التطبيقات وكذلك في التحديث ديال هاد لي بلاتفورم اللي ذكرت لكم من بين يوتيوب جوجل بلاي ولي بلاتفورم الاخرين، فكذلك فهما الى حدود الساعه راهما خدامين بدون مشاكل بالابديت ديال 2023. وحتى الستور ممكن انك دير التحديث اللي بغيتي سواء ستور ديال الجهاز ولا في جوجل بلاي ولا حتى دي زوتر ستور اللي كتحاول انك تيليشارجيهم في الاكستيريور. وايضا فهو كيدعم بزاف ديال الخصائص، يمكن لكم ترجعوا لهذا الموضوع هذا من خلال الفيديو اللي تيبان لكم في الدواره البيضاء، ويمكن لكم انكم تشريو واحد من هاد لي برودوي هادو. راه الفرق اللي بين هذا وهذا 10 دراهم، غير هذا كيعتمد على سمارت تي في بوكس في الواجهه وهذا كيعتمد على سمارت اندرويد تي في هوم. هذا هو الفرق الاخوان، وبجوجهم راه نو سيرتيفيك واوبن سورس، هذا هو اللي مهم. بالنسبه للناس اللي بغاو هذا البرودوي رقم الواتساب راه كاين في صندوق الوصف، عباره على رابط كليكي عليه وطلب البرودوي. اما بالنسبه للمساله ديال الدفع كنتقبلوا الدفع عاد كنصيفطوا لك المنتج. وباش ما نطولش عليكم اكثر غادي نخليكم مباشره باش نمشيو نشوفوا الواجهه ديالنا وكيفاش كتخدم وكيفاش غنتعاملوا معها بطبيعه الحال. اذا كيف ما كتشاهدوا الاصدقاء ديالي على انه هنا مباشره هذه هي الواجهه ديال الاندرويد تي في اوفيسيال. والحاجه اللي بغيت ناكد عليها الشباب هي انه ملي كنحاولوا اننا مباشره ندخلوا لاول مره لهذه الواجهه فراه ما غاديش يعطيني هذوك التصنيفات، ما غاديش يعطيني هاد التصنيفات كاع اللي كتشوفوا في الكارطونه، بل هو تيعطيها لي خاويه كيعطيني فيها البلاصه مثلا ديال لي زابليكاسيون. غير هو خصني اول حاجه ندير خصني ناكتيفي لا كونيكسيون او الانترنت. باش ناكتيفيها غادي تورك يا اما على سيتينغ في التيليكوموند او لا غتمشي للسيتينغ اللي كاينه هنا في الاعلى. هنا راه كدير مباشره الريزو ديال الويفي ديالك. هنا راه كيعطيني بالفعل انه راه كاين الديوال باند. وملي كنتكلموا على النقطه ديال الديوال باند فبالفعل انه ملي كتشوف في الكارطونه ديال الجهاز فراه قال لك اودي راه فيه ديوال باند ويفي 2.4 و 5 جيجا هرتز، وهذه راه نادرا فين كنشوفوها في لي تي في بوكس اللي الثمن ديالها رخيص. اذا غنمشيو مباشره الاخوان باش اننا نحاولوا نشوفوا اللونشر ديالنا. هنا راه كتورك على النقطه ديال الويفي ديالك وتدير الكود بالطريقه العاديه. الكود كيف ما كتبتيه في لي كونفيغ ديال الروتور راه كتكتبوا هنايا الكونت ديال جيميل. ملي كتاكتيفي الويفي ديالك اولا كتاكتيفي الريزو سواء بالار جي 45 ولا بالويفي، فهنا خصك ضروري يكون عندك كونت ديال جيميل. علاش؟ باش انك تستافد من جوجل بلاي باش انك تحدث هذه التطبيقات هذه اللي معطيه لك في الليسنس ديال هذا الجهاز هذا. هذه المساله خصنا دائما تفاهموا عليها، واخا على انه هذا الجهاز راه فيه متاجر خارجيه اللي ممكن تستافد منها كذلك في تحديث التطبيقات، ولكن بالنسبه لك الا كنتي باغي جوجل بلاي راه كذلك التحديث ديالو فهو راه كيتقبل جوجل بلاي. اذا غادي
نرجعوا مباشره وغادي نشوفوا التطبيقات. يعني في هذا المكان ديال التطبيقات راه من خلاله راه ممكن انك مثلا تمسح ديك الكاش فايل، او مثلا تسيبريمي مثلا تطبيق، او دير مثلا اي حاجه يعني من خلال هذا الحقل ديال التطبيقات. هنا الاخوان عندنا هذا الاختيار، هذا الاختيار هو الكونفيغ ديال تي في بوكس كامله، كتوصل لجميع لي بارامتر اللي محتاج من خلال الاختيار الاخر. وابرزها هو هذا ابروبو. الاختيار الاول هو كيعطيني المعلومات او لي زانفورماسيون ديال النظام وديال الجهاز. غادي تشوفوا على انه عندي هنا سيستم ابديت بطبيعه الحال ملي انا كنحاول نضغط عليها هنا راه كيتشيكي ليا الابديت اللي جديده. وغادي نمشيو هنا غادي تشوفوا الاسم ديال الجهاز X96. هنا راه ممكن انك تبدل الاسم الا بغيتي، ممكن انك تخليه. المهم هذه المسائل هذه فهي كتبقى مرتبطه بك ريستار او كتعاود تشغيل الجهاز مباشره. الديسبلاي اللي مهم فيها هو انه يعني كتقاد الابعاد ديال الشاشه الا لقيتيها مخربقه. يعني بالنسبه مثلا هذا المود HDMI مثلا انا كنخليها دائما في اوتوماتيك. علاش؟ باش يعطيني الابعاد ديال الشاشه اللي انا كنخدم بها. والا كانت مثلا عندك الشاشه مثلا كتخدم بالابعاد ديال 4K او بالكاتكا مباشره راه غتعطيهم لك في هذه الابعاد هذه. الا كانت التلفازه فريمون كتخدم ال4K، الا ما كانتش كتخدم ال4K غادي يحدها لك غير في هذاك الشيء اللي انت عندك فيها من ابعاد. هذه بالنسبه لهذا الاختيار الاول. بالنسبه لهذا الاختيار الثاني اللي هو مرتبط الاخوان يعني يعني كما كنقولوا باصلاح داك السكرين او لا اصلاح داك العرض ديال ديك الشاشه او لا العرض ديال الصوره. يعني لقيتي الصوره مجمعه او لقيتيها مجبده كتقادها يعني من هذا الاختيار بطبيعه الحال. هنايا كيف ما كتشوفوا يعني هذا المود هذا ممكن انك تستخدم فيه NTSC ولا البال على حسب نوع التلفزيون والمود اللي كيخدم عليه الشباب. يعني بالنسبه للاوتبوت الا ما لقيتي ما مفعل حتى شي حاجه خليه. علاش؟ لانه راه اصلا راه فعلنا الاختيار ديال الاوتوماتيك. وهذا الشيء كامل راه فقط يعني تتبقى اختيارات على حسب الرغبه وعلى حسب الاستخدام. هنا بالنسبه للصوت ما كنظنش انه اختيار مهم بالنسبه لك في الاندرويد تي في. بالنسبه للستوكاج كيف ما غادي تشوفوا على انه غادي يعطيني انه راه 16 جيجا ديال الستوكاج اللي كاينه. واخا انا كنعتقد انه جميع انواع لي تي في بوكس اللي كاينين سواء لي تي في بوكس اللي هما رخاص ولا اللي هما سيرتيفي او هذا دائما ما كيعطيوكش هذيك المساحه الحقيقيه ديال الستوكاج. بعض المرات راه كتشري تلفازه ب 1500 درهم تيقول لك راه فيها 8 جيجا في الستوكاج حتى كتكتشف انه فيها 6 ولا فيها 5 ولا فيها 4 جيجا. وبالتالي فهاد المساله ديال الستوكاج هي فقط يعني كتبقى مساله شكليه. بحال ملي كنقولوا مثلا واحد القرص الصلب تيقول لك فيه 100 جيجا ملي كتقلب كتلقى ناقصه فيه 1 جيجا ولا 2 جيجا. هي فقط يعني كتكون يعني تسميات كتدخل مثلا ل 90 جيجا كيعتبروها لك 100 جيجا. المهم السونسيال هو انه راه مديباسي 10 جيجا في الستوكاج. وهذا الشيء راه ذكرته في الفيديو اللي فات. هذه بالنسبه لهذا الهوم سكرين الاخوان فهي كترتبط مباشره بالمساله ديال تفعيل الفيديوهات ريكوموندي اللي كتكون ديال يوتيوب. لانه يوتيوب على فكره ملي كتاكتيفي لا كونيكسيون او الويفي كيبدا يبين لك الفيديوهات ديال يوتيوب او التي اكتيفي لك هذا الاختيار هذا ديال انه مثلا بغيت الفيديوهات ريكوموندي ولا الفيديوهات ديال التوندونس يبداو يطلعوا ليا في الانترفاس. اذا هذه المساله مرتبطه حتى بجوجل بلاي. الى اكتيفيتي داك الكونت ديال جيميل كيطلع لك جوجل بلاي في هذا الاختيار. من بعد الهوم سكرين الاخوان غتلاحظوا معايا على انه عندي الاختيار ديال جوجل اسيستون. جوجل اسيستون الشباب بالنسبه للانظمه اللي هي كتوفر على جوجل اسيستون فمباشره بعد ما كتقوم بادخال الحساب ديال جيميل ديالك وكتفعل هذه الاختيارات هادو راه تيولي بامكانك انك اين فوا كتورك على ديك البوطونه ديال الميكروفون كتولي تعطي الاوامر الصوتيه. يعني الا بدلتي اللغه ديال النظام العربيه كتهضر بالعربيه، درتي الفرنسي كتهضر بالفرنسي، درتي لونجلي كتهضر بالونجلي. المهم الاوامر الصوتيه كتولي كتعطيهم بالميكرو. غير هو هذا الاصدار الشباب جوجل اسيستون ما تيدعموش مع كل اسف. واخا هو تيعطي لي اكتيف لكن بالنسبه للريموت ديال البلوتوث ديال X96 يعني ما خدماتش هي جوجل اسيستون. علاش؟ لانه كاينين اصدارات اخرين اللي هما تيجيو كومباتيبل مع جوجل اسيستون بالريموت بلوتوث. المهم هذه المساله هذه كذلك راه يمكن لكم انكم تشوفوها. هنا كتشوفوا الاخوان عند هذا الاختيار هذه الاخوان يعني مرتبطه بشاشه التوقف. اي انه مثلا الا ما استخدمتيش يعني النظام ديالك يعني في واحد الوقت محدد فكيولي بهذاك المود ديال التوقف. يعني كتولي تبان لك واحد الواجهه مثلا. حنا الا جينا هنا كنحاولوا نختاروا كيفاش بغينا انه يبان يعني الوضع ديال الالوان. على سبيل المثال ملي كنجيو مثلا على اننا نجربوا هذا الوضع اللي اختارينا فكتجي الخيار الاخر اللي هو ستارت ناو
وكتسنى. هذه هي الواجهه اللي كتولي كتبان الا ما استخدمناش يعني البوكس ديالنا واحد المده محدده. هادشي اللي كاين في الاعدادات. اما بالنسبه للناس اللي هما تيسولوا مثلا على كيفاش انني نقدر نضيف مثلا شي ابليكاسيون يعني في هذا الحقل هذا، كدير دائما هاد العلامه ديال زائد، وهنا راه تيطلع لك جميع التطبيقات اللي انت مانستالي يعني بشكل يدوي يعني من خلال متجر جوجل بلاي ولا متاجر اخرى، وكتحاول انك يعني تورك غير على اوكي وكتم الاضافه ديالها بطريقه تلقائيه. بالنسبه للاخوان لهذا الاختيار هذا غير باش نكون معكم واضح، فهذا غنحاول انني نرجعو يعني نحاول انني نحيدو من المود ديال الفافوري، وغنحاول انني نورك عليه بحال هكا. غادي نضيفوه، غادي تلقاوه هنا كما كتشوفوا هو الاول. فهذه اشاره الى التطبيقات اللي كتحملها هذا البوكس اندرويد، يعني جميع التطبيقات اللي كتكون مدمجه اللي من بينها يعني المتجر، من بينها كذلك اللاست ابديت، عندنا كذلك الميراكاست، عندنا كذلك الكاست، عندنا كذلك الاو تي ابديت، وكذلك عندنا السيتينغ، وعندنا هذه المسائل كلها كيكونوا التطبيقات يعني محملين يعني في هذا اللو بوكس اندرويد. واي تطبيق جديد حملناه فراه كتلقاوه يعني في هذا الحقل هذا بطريقه تلقائيه. وعندنا كما قلنا يوتيوب كما كتشوفوا، فيوتيوب راه ممكن انك توصل ليه يعني بطريقه مباشره يعني من خلال التطبيق يعني ديال يوتيوب. وغنحاولوا انا ندخلوا ليه، كدير اوكي مباشره هو يوتيوب غادي يطلع. ها هو كما كتشاهدوا، ها هو طلع لي الفيديو ديال صاد لايف. انا حنا نحاولوا كاع ندخلوا مثلا نشوفوا القناه بشكل مباشر باش اننا نشوفوا الفيديو الاخر ديال هاد لي تي في بوكس. اذا هو هذا الاخوان، اذا ها هو دابا راه السلام عليكم ورحمه الله تعالى. اذا هنا كما كتشوفوا غنحاول انني نمشي مباشره على الاختيار ديال السيتينغ، لان السيتينغ بالنسبه للناس اللي ما عمرهم استخدموا يعني يوتيوب ديال الاندرويد تي في، هنا كتجي مباشره يعني الكاليتي. هنا كتبدل مثلا بغيتي الريزوليوشن ديال 480 بي 720 بي ولا 1080 على حسب الجوده ديال الفيديو. اذا هنا مثلا 480 وهنا مثلا عاوتاني 720 بي. ها هي في البلاصه كتبدل الجوده يعني السرعه ديالها السلاسه، الفيديو ما تيلاقي ما والو، يعني هذا هو لافونتاج. والا بغيت نحدث مثلا هذا يوتيوب لان الاصدار ديالو هو اصدار قديم، غنحاول انني ندير ليه الابديت الاخر. فين غنمشي؟ غادي نمشي لجوجل بلاي. اذا انا غنحاول ندخل لجوجل بلاي وغادي نتسنى شويه بما طلعوا التطبيقات. اذا هنا ما طلعوا لي التطبيقات الاخوان داكشي كامل كومبلي. فين غادي نمشي؟ غنمشي للخيار ديال البحث. هنا الخيار ديال البحث غادي نجي هنا غنكتب يوتيوب. اذا هو طلع لي يوتيوب. وشوفوا شنو طلع لي الاخوان، طلع لي ابديت. هنا غادي نورك على الاختيار ديال ابديت وغنتسناه حتى يكمل باش يدير لنا التحديث ديالنا. اذا فبعد ما قمنا يعني بعمل التحديث ديال النظام ديال يوتيوب، لاحظوا معايا الواجهه الاولى كي غادا تطلع. اذا هذا هو يوتيوب. والحاجه الاخرى اللي بقات لنا الشباب هي هذا الاختيار هذا. فملي كنوركوا عليه غتلاحظوا معايا انه هنا عندي يوتيوب هنايا نقدر انني نشخص مثلا جميع الامور اللي بغيت. عندي يوتيوب ميوزيك، عندي توندونس، يعني كاع المسائل اللي انا نبغيها مثلا تبان لي في ديك الواجهه الاولى مثلا ديال هذا الفاس او هذا الانترفاس مثلا ديال الاندرويد، راه ممكن نشخصها من خلال هذا الاختيار. وممكن كذلك ناكتيفي ونديزاكتيفي لي زابليكاسيون ديال جوجل بلاي اللي كتكون حتى هي في الواجهه ديال هذا لو سيستم. اذا الاخوان الحلقه ديال اليوم الثلاث شرحنا لكم الانترفاس ديال الاندرويد تي في ديال هذا الجهاز هذا بطبيعه الحال من الاول حتى الاخر. عرفنا السيتينغ، عرفنا المسائل. دابا ما غادي تحل في حتى شي حاجه ان شاء الله. وحتى المساله ديال التحديثات راه عرفتي كيفاش دير التحديث والابديت يعني لكل تطبيق على حده. فبالنسبه لهذا البوكس اندرويد كما قلت لكم فهي راه رخيصه بزاف، وفيها هذا لونفاصاد ديال اندرويد تي في بحال الاوفيسيال، واللونفاصاد فهي راه اوريجينال وقابله انها يكون عندها واحد التحديث باش انها تبدل لنا ديك الواجهه الكلاسيكيه لواجهه جديده. الى عجبك الفيديو شي لايك شي سبسكرايب وشي كومونتير تكون زوينه بحالك. وبطبيعه الحال لي كومونتير كاع اللي غادي نشوفهم مهمين وغادي يحتاج انني ندير عليهم فيديو. غناخذ مجموعه ديال لي كومونتير وغندير عليهم فيديو ان شاء الله مستقبلا الا كانوا كيخصوا واحد الحاله محدده او واحد النوع ديال المشكل او شي اقتراح او لا اي حاجه. البوكس اندرويد الا بغيتي تشريها سير دابا تصيفط لنا الرساله على واتساب واستفسر على اي حاجه بغيتي باش نجاوبك ان شاء الله في الحين. تهلاو في راسكم.